السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير، امين يا رب العالمين. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. فيديو النهاردة هنتكلم فيه على الشقة الجديدة بتاعة ام ضني، وهنتكلم على مشكلة صدفة لا، الشقة الجديدة بتاعة جنى، ام جنى وام ضني. المشكله بينها وبين صدفه، الناس دخلوا على بعضيهم يا جدعان، وحسن بيسو وياسمين. اول حاجة هنتكلم فيها عن مشكلة ام ضني وصدفة. طبعا احنا عارفين ان في بينهم مشاكل، وان في بينهم يعني تصادمات، وتصادموا من بعض بعد ولادة ياسمين، بسبب ان صدفة قالت لمتابعة ابوكي وابو ام ضني ومش عارف ايه، انتوا ما تعرفوش هي عاملة ايه، ما تعرفوش عاملة ظلم ازاي، ما تعرفوش. طبعا ام ضني راحت طالعة رد عليها. المهم ان هم وقفوا التصادمات ديت بعد ولادة ياسمين وبعد وفاة البنت. وقفوا الدنيا وقالوا خلاص، يعني مش هنكبر المواضيع اكتر من كده. ولكن امبارح ام ضني حبت تطلع ت يعني ترد على صدفة، فقالت بصوا انا لو هطلع ارد اهوت، انا مش هرد عليكي بردك يا صدفة. وردت يعني المفروض انها ما شتمتش يعني، ولكن طلعت عارفين انتوا ايه اللي هو ايه، يعني انا هرميلك برضو كلام في النص كده علشان اضايقك. فطلعت قالت ان ضني راح لها وحليزة اللي هو ابن اختها ابو اسلام راحوا لها وقعدوا معاها وقالوا لها خلاص كده يا حاجة، وقفي الكلام، وقفي الشتيمة، ما ترديش على حد، ما تعمليش على حد، ما تخليش على حد. طيب المفروض ان بدل الناس جت وقالت لك ما ترديش، ما تتكلميش، ما تعمليش، يبقى المفروض ان انتي فعلا تمشي الموضوع وما ترديش. ولكن طلعت تقول لصدفة قولي لي بقى، لو انت عندك، انت بتقولي ليا عندك فيوسات، انت بتقولي ان انا كلمت مش عارف ايه، انا شتمت ابني. اي ام لما بتكلم ابنها بتبعت له رسالة بتشتمه، بتقول له عايزة تقولي قولي، وانا عندي كتير يا صدفة. طب يا جماعة، يبقى احنا كده لسه موجودين، انت بتهدديها وهي بتهددك، يبقى ايه لازمتها؟ ايه لازمتها؟ انت ست كبيرة وبنت بلد وست جدعة وست تتشالي فوق الراس. ايه لازمة ان انت تطلعي وتقولي لا ده انت عملتي، ده انت فاكرة اللي عملتيه، فاكرة اللي قلتيه ايه يا صدفة؟ نسيتي؟ نسيتي لما كنتي بتصرخي من الشباك محلل مين فينا اللي خد محلل، مين فينا مش عارف ايه. طب ما انت كده برضو ما سكتيش، يعني انت كده ما عملتيش محتواكي، وطلعتي تدافعي عن موضوع البنت الصغيرة بسملة اللي هي بنت اخوكي، وحلق مين اللي انا خدته وبعته؟ انا ولا خدت ولا بعت ولا عملت اي حاجة، انا عملت ايه طب ما هو الكلام هو لسه احنا بنجر شكل بعض. صدفة بقى تسمي عليها؟ ما سمتش عليها، راحت صدفة طالعة على المنتدى منزلة صورة حكم على ام ضني. طب بصي بقى صورة الحكم اللي عليكي، بص انتي اصلا عليكي حكم، بص انتي فيكي، بص انتي. احنا ما سكتناش برضو، يعني احنا برضو بعديها بشوية راحت صدفة بعت منتدى برضو في كلام مش حلو على ام ضني. بعديها ام ضني راحت داخلة شاتمة صدفة على المنتدى، وبعد كده مسحته. طب احنا عملنا ايه من عندنا يا جماعة؟ احنا عملنا ايه من عندنا لما نطلع برضو نجر شكل بعض؟ بس انا ما شتمتكيش، يعني ما قلتلكش مثلا يا ابن الكلب، بس انا برضو بقول لك ايه، يلا ابوك بيهوهو. طب ما هو معنى كلام يعني احنا بنجر شكل بعض. المفروض ان احنا نراعي في الموضوع دوت ياسمين وضني وبيتهم وعيال وابنهم. بدل ياسمين مرتاحة مع ضني، خلاص يا صدفة ما ترديش، وبدل انت يا ام ضني شايفة ابنك مرتاح وبتقولي ما يرضنيش يطلق مراته، يبقى انت كمان مفيش داعي تردي، مفيش داعي تردي. اولا مقاما ليكي، علوا لمقامك، وفي نفس الوقت عشان ما تنزليش نفسك، وانت عارفة ان صدفة من النوع اللي حد يدوس على ديلها بتديها على طول. فما فيش داعي بقى، ما فيش داعي. انا ولا مع صدفة يا جماعة ولا مع مضني، ولكن انا بقول علشان خاطر نحافظ على البيت مفيش داعي. لان طبعا حسن بيسو بعديها طلع عمل فيديو واتكلم على موضوع ان انا ماليش دعوه باللي بيحصل في اليوتيوب والشرشحه اللي بتحصل في اليوتيوب. انا بنتي يقولوا له طب بنتك بتشوفها؟ لا، بنتي بتتربى في بيئه مناسبه، بنتي مرتاحه.
مثلا طب عملية بنتك روحوا اطمنوا عليها، انا ماليش دعوة بحد، انا ماليش دعوة، ما بتكلمش مع حد، ما حدش يقول لي فلانة، ما حدش يقول لي علانة. تحسوا كده ان هو برضو طالع، معرفش انت بتجري مع الجارية ولا اتضايقت من كلام مضني. انا مش مفسرة، اللي هو قاعد يدي بس كان حد طالع متغاظ جدا جدا لدرجة الناس بتقوله انت ما عزتش ضني، قال لهم لا اتصلت بيهم وعزتهم ومش عارف ايه. تحسوا يا جماعة ان الناس كلها سايرة على بعضها، اللي هو ده يضرب في ده وده يضرب في ده وده يضرب في ده، وملناش دعوة بحد، ملناش دعوة بياسمين. ياسمين نزلت بستوري على الانستجرام واتكلمت فيه عن كاتبة فيه يعني انا جوايا حاجات كتير جدا وتعبانة جدا ومحدش حاسس بيا والست يعني جايبة اخرها وعياط ومش هنسى يعني حقها انها تعمل دوت. انا لسه يعني الست بقى لها اسبوع، بنتها النهاردة السبت اتوفت، السبت يعني بقى لها اسبوع. بنتها حزينة على بنتها وصدفة كانت بتقول عندها حالة اكتئاب وادعوا لها. بتعيط كتير ومش بتعيط كتير. ايه لازمة ان احنا نخش ونعمل كل ده؟ ما ممكن في الاخر ضني يقف يقول لها اختك مش عايزة تسكت، وهي تقول له امك مش عايزة تسكت. يبقى احنا كسبنا ايه يا جماعة؟ ما كسبناش حاجة، ما كسبناش حاجة. احنا نفسنا ان الموضوع ده يتحد شوية كده هوت، وربنا يصلح الحال ويعدي الموضوع على خير، امين يا رب العالمين، ويبعد كل شيء وحش عن الناس يا رب، ويهدي لك الحال يا رب يا ياسمين، ويصلح الحال ويبعد عنكم كل شيء. نبدأ بعد كده نخش على ام جنى. ام جنى الجنجونة جابت امبارح شقة، ما تعرفوش بقى ايجار ولا تمليك، ربنا يبارك لها فيها ويجعلها عتبة خضراء عليها يا رب العالمين. ورتنا الشقة. طبعا انا كان نفسي والله يا جماعة اللي يجيب حاجة ولا اللي يعمل حاجة في بيته، ما فيش داعي نطلع نعملها، ولكن هما بيبقوا واخدين الموضوع من المحتوى اللي هو ده محتوانا. وبس الواحد بيخاف من العين برضه. ام جنى يعني ما كانش فيه داعي. الشقة الله اكبر الله اكبر، جميلة 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 جميلة، لا رائعة جدا ما شاء الله، ربنا يبارك لها فيها. وورتنا المطبخ ورتنا الدنيا، ولكن في اخر الفيديو اتكلمت في الناس اللي بيتكلموا عليها. احنا عارفين ان قنوات كتير واخدة ام جنى محتوى ليها، ولكن اتكلمت وقالت انا محتوايا ان انا باكل، حتى لو المحتوى مش عاجبكم انا شايفه انه محتوايا كده احسن ومحتوايا كده كويس. اللي مش عاجبه خلاص، اللي مش عاجبه يمشي. مش يمشي يعني، هو ده نظامي، زي اللي كأنها بتقول للناس انا هو ده نظامي. ربنا يصلح لها حالها طبعا ويكرمها. الناس بتحبها برضو، في ناس بتحبها بتحب عفويتها، فربنا يصلح لها حالها ويرزقها كل خير. اكيد الناس يعني تتمنى لك، في ناس تتمنى لك الخير وفي ناس لا، ربنا يبعد عنك كل شر يا ام جنى ويكرمكم جميعا ويرزقكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. يلا باي باي.